السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صحبة الصحبة الصالحة، أخباركم إيه؟ يا رب دايما في صحة وطاعة. كل ثانية وأنتم إلى الله أقرب، كل ثانية وأنتم على طاعته أدوم. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وإحنا في أحسن حال إليك يا رب العالمين، وارفع عنا الغلاء والبلاء. بثلاث فرخات بس هنعمله 10 وجبات لأسرة كبيرة، مش حاجات بسيطة ولا حاجات هينة. تمام؟ لو أول مرة تشوفونا شوفوا فيديوهات القناة، قيموها لو عجبتكم ونستحق وبنقدم محتوى هادف. اشتركوا في القناة وكمان فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتنا، ولايك لفيديو النهارده الكل يستفاد وناخد دعوة حلوة، وابعتوا الفيديو لكل احبابكم وسيبوا تعليق بذكر الله وبدعوة حلوة ولكم بالمثل واكتر. يلا بينا كده، بسم الله ونسمي ونصلوا على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. 3 فرخات للامانه، وكمان كنت محوشه حبه اجنحه، بس قسمت وراك لوحديها، اجنحه لوحديها، بس هعمل كام حاجه كده قدامكم. والصدور خليت فصوص كامله، وخليت الراجل قطع لي شويه بانيه. بس كده يا اما، بس كده. الاجنحه بقسمها على نصين، وكمان الوراك بشيل الجلد دوا، مش الجلد، الدهون للكفته ليا. وكمان الجلد هحافظ على جزء في الفخاد وجزء هشيله منه. بصوا اهو، قسمت الورك على 2، الفخد لوحده والدبوس لوحده. بالنسبه للفخد بسيب الجلد بحاله زي ما هو عشان دي للشوي، لكن بالنسبه للدبوس هخليها لان هعملها كنتاكي. واحده واحده معايا ومختصره جدا في الفيديو، وسايبه كام حاجه قدامكم بس، لكن انا مخلصه كل التجهيزات قبل ما ابدا في الفيديو. تمام. يبقى هشيل الدهون دي للكفته، عشان في ناس ما بتحبش طعم الضاني في الكفته ولازم تكون طريه. تمام. وكمان الورك هقسمه على 2، فخده هشويه هحتفظ بالجلد بتاعه سليم، والدبوس هخلي منه الجلد علشان الكنتاكي. تمام كده. بخلصها كل حاجه قبل الفيديو ما يبتدي عشان ما يكونش طويل عليكم وعشان تستفادوا. خلاص كده، خلصت كده اهو. 3 فرخات حبايب قيمة. هبدأ أعمل إيه؟ محلول النقع. هنا معلقتين سكر، معلقتين سكر، معلقة ملح، معلقة ملح في الطبقين عشان أشتغل وأحط فيهم كل اللي عندك فيها منكهات. حطي قرفة، عيدان قرفة، شرايح ليمون، شرايح برتقان، شرايح بصل تكوني مقشراه شايلاه على جنب في كيس في الفريزر، ورق لوري المتكسر القديم عندي ما بحطوش في الأكل، بشيله للمشويات وللحاجات دي. كمان معانا قرفة، عيدان، وكمان معايا ليمون، معايا شرايح ليمون، شرايح بصل، كله هسيبه لكم في صندوق الوصف عشان ما انساش حاجه. وكمان معايا الفلفل الحصى، ومعايا قرنفل حصى سليم. تمام. ورشه جنزبيل هنا ورشه جنزبيل هنا بتفرق جدا في الطعم. وهبتدي احط الفراخ بتاعتي. المحلول النقع ده مهم جدا لو هتخزني فراخ عشان العظم من جوه ما يسودش. محلول النقع مهم جدا، بيسحب السوائل كلها. لو انت هتشتغلي فرخه وتشتغلي بيها فريش خلاص ما تعمليش محلول النقع، لكن لو هتخزني فراخ، لو هتخزنوا فراخ مهم جدا جدا محلول النقع. وانا شغاله كده بقلب، بعصر في الليمون، بعصر في البصل، بعصر في شرايح البرتقان كده، فاهمني؟ واغلفها كويس. والترابيزه اللي انت شغاله عليها لفاها كلها بستريتش، خدوا بالكم علشان ما يحصلش اي تلوث معانا. هسيبهم ليله او 6 ساعات في التلاجة، وهرجع لكم تاني. شايفين لون الميه؟ شايفين لون الميه اتغير 180 درجه، سحبت كل السوائل، الريحه جميله جدا جدا، مفيش نهائي الماده اللزجه اللي بتسبب الزفاره. فاهميني حبايب اما؟ بصوا الريحه تحفه ما شاء الله تبارك الله. هبتدي انشلها كده، نقول الباقيات الصالحات عشان ما ننسوش. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل، اللهم اجعله شاهد لنا. حطوا لنا اللايك حبايب اما، اوعوا تنسوا. اول حاجه البانيه. بصوا، لبن، زعتر، التوابل كلها في صندوق الوصف. هشتغل بليمون جاهز غير الليمون الفريش عشان ما يمررش معايا، لان دي خزين. معايا خل، معايا ملح، معايا بصل بودر، معايا توم بودر، معايا بهارات فراخ، معايا مرقه فوريه جاهزه موجوده في فتح الله. تمام. هقلبهم كده مع بعضيهم. الخليط ده مش هنستفادوا منه، لا هنستفادوا منه. لو شفتوا انتوا الخليط بتاع امة الله اللي عاملاه في البانيه، بكسر عليه بيضه واشتغل على طول. اللبن ده بيترمى؟ لا 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 ابدا، ما بيترميش. هسيبها كده. بقى عندي كميه كبيره جدا من البانيه، الاسره كامله على مرتين. ده كده كانت واحده قرنفل واقعه
او واحده فلفل حب وقعه فشلتها. تمام. علب كبيره جدا، والاسر او انت لو مش هعمل لكم حبه حاجات صغيره كده كام شريحه وخلاص، 10 قطع هنا و10 قطع هنا، اسره كبيره. تمام. شايفين ما شاء الله تبارك الله. بالخليط بتاعها ما ترميش حاجه، الخليط بتاعها هحطه عليها، اطلعها من الفريزر، اصب عليها مع بضايه واحده، واروح متبلاها بالبقسماط والحاجات اللي احنا عاملينها مع بعض والفيجيتار البيتي. لو عايزين الرابط بتاع البانيه بتاع امة الله هسيبه لكم في صندوق الوصف. حطوا لنا لايك حبايب امة، اوعوا تنسوا اللايك، وبعتوا الفيديو لكل احبابكم. تمام. شايفين قسمت هنا وهنا، والسائل ده مش بنرموه حبايب امة، شايفين اهو. وعلى الفريزر على طول بقى عندك اكلتين، او ممكن تعمليهم صنف جانبي. تمام. هعمل بقى هنا وصفة الكنتاكي. تمام. معايا مية، معايا لبن، معايا خل، معايا الليمون اللي انا قلت لكم عليه الجاهز من الماركت، مش ليمون فريش عشان ما تمررش معاكم. معايا بابريكا، معايا فلفل حراق، معايا بصل بودر، توم بودر، معايا جنزبيل، معايا مرقة فورية، ومعايا ملح. وتاخدوا بالكم من الملح عشان المرقة الفورية فيها ملح. وكمان معايا زعتر. الفراخ روحها في الزعتر، الفراخ روحها في الزعتر. تمام. قلبتهم كده كويس قوي، وكل التوابل وكل حاجه سيبها لكم في صندوق الوصف. دي هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها ده البانيه مختلفه تماما عنها. تمام. هشيلها كده، وبرده الخليط ده بشتغل بيه لوصفه الكنتاكي، هسيب لكم الروابط. شلت من الصدور الفراخ الحته اللي هي الفيليه دي، بتبقى دايبه دوب في الاستريبس تحفه. وبقيت الصدر هعمل ايه؟ الفص الكامل اللي انا قلت للراجل سيبهولي كامل كده، هقسمه 2، وكل جزء اقسمه على الورب، على الورب ده للستريبس. تمام. ده هعمل كنتاكي واعمل ستريبس دبابيس وستريبس، نفس الخلطه يا اما، ايوه نفس الخلطه. شايفين بقطعها بالورب كده، واي جلود اي حاجه بشيلها عشان لما اولادي ياكلوا الغلاف الخارجي ما يبقاش فيه اي حاجه واكلها لهم. كنت نقعت فيها الدبابيس اهي اللي انا عاملاها وشايله منها الجلد، ونقعت فيهم ايه؟ الستريبس اللي انا مقطعاه قدامكم دلوقتي بالقطع الفيليه اللي هي بتبقى زي الزبده. والخلطه دي تحفه تحفه تحفه. عملت جزء هنا دبابيس، وجزء هنا ايه؟ اللي هي الستريبس، على الاتنين مع بعض، عشان اللي عايز سندوتشات ياكل، واللي عايز دبابيس بالرز ياكل. تمام. اهم وجبتين لاسره كامله كبيره، حاجات كتير. شايفين؟ والخلطه دي لان انا بعمل عليها حاجات تانية اسيب لكم في صندوق الوصف لما بطلعها واجهزها، ما ينفعش الكنتاكي يتشال كده. ده للشوي بقى، اللي هي الفخاد بالجلد بتاعها، اعمل فيها فتحات كده بسيطه خالص. شايفين؟ عشان تاخد التتبيله وكمان تستوي بسرعه. وامسك بقى صدور الفراخ اللي هي كامله، اعمل منها ايه؟ اعمل منها شيش طاووق. الشيش طاووق الاصلي بالوراك احلى، بس في الخلطه اللي احنا بنعملوها ونقطعه المكعبات كبيره فتستوي معاكي زي الزبده وما تنشفش منك في الفرن. تكات بسيطه وحاجات بسيطه تفرق جدا معاكي. الشيش طاووق الاصلي يا حبايب امه بيتعمل بالايه؟ بالوراك. هتعمليه بالصدور، يبقى تكبري القطعه وتعملي الخلطه دي. ضعف الزبادي، ضعف الصلصه، ليمون، زيت، خل، بهارات. تمام. ملح. هتاكلي احلى فراخ مشويه باذن الله تبارك الله. تحفه تحفه تحفه. بالهاند بلندر، بالخلاط، بالمعلقه، قلبي كويس قوي. وكل الوصفات كل الخلطات هسيبها لكم في صندوق الوصف. تمام. خلطتهم كويس قوي قوي قوي. شايفين ما شاء الله؟ دي للشيش طاووق والفراخ المشويه، تحفه تحفه تحفه. شايفين الفخاده اهي؟ نزلتها كده في الخلطه، وبقيه الخلطه هنزل فيها ايه؟ الشيش طاووق. وانتوا قاعدين بتشوفوا الفيديو، سبحوا واستغفروا، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش تبعتوا الفيديو لكل احبابكم. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ خلطتهم كده كويس قوي. وبقيه الخلطه هحط فيها ايه؟ هنحط فيها الشيش طاووق حبايب امه اهو. ما شاء الله تبارك الله. الخلطة دي وهم مش بصوا مش هتغيروها ابدا. ولو عندك اللون اللي هو غروب الشمس او لون بودرة زعفران، ما نقدرش نجيبه زعفران طبعا، بودرة زعفران، هتاخدي احلى لون ما شاء الله تبارك الله في الشوي. شايفين؟ وكمان حاطه فيها سكر عشان الشوي في السكر او عسل بيكرمل في الفرن، بيخليها لونها جميل جدا وتدي شكل حلو قوي. كل المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف حبايب قيمه. قسمتهم كده مع بعض، ده الشيش طاووق ودي الوراك. كانت العلب عندي خلصت تقريبا فقسمتهم في اكياس كده. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ وبقيه الخلطه حطيت الاجنحه اللي انا قلت لكم عليهم محوشاهم عشان اشويها بطريقه امه الله. وبصوا بقى ما شاء الله تبارك الله، ممكن اعمل لكم 20 30 طبق بس عينات، انا عامله كميات لعيله. ربي اعلم بيا، كل حاجه بقولها لكم بصدق ازاي وماشيه معاكم ازاي. حبايب اما انتم احلى صحبه في الدنيا كلها.
جيبي بقى تيكت كده من المكتبة واكتبي عليهم، عشان انت لما تحطي الحاجة في الديب فريزر او في الفريزر بتبقى كلها شبه بعض من التلج، فلما تكتبي عليهم كده تعرفي انت هتطلعي ايه. عندك عزومة انت وولادك، ربنا يحفظكم، يبلغنا رمضان واحنا في احسن حال اليه، ويرفع البلاء والغلاء، وينصر اخواتنا ويثبت اقدامهم. شوفوا فيديوهات القناة، قيموها لو عجبتكم ونستحقوا بنقدم محتوى هادف. اشتركوا في القناة. احبكم في الله، اختكم آمة الله رضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.